عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ديما في سهرية رمضان نشتهيو هكا حاجة حلوة، والا حتى في سير الايام ما فيها باس هكا نخدموها وحدنا في الدار. اليوم حبيت نشارك معاكم طريقة تحضير حلو كعك اللوز. الطريقة هذه من اسهل وابسط الطرق اللي نجمو نعتمدوها. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش تشجعوني أكثر. عندي هوني 250 جرام لوز مرحي بودر، لازم يكون مرحي على الاخر. 70 جرام سكر محور، عندي كعبتين عظم لكن استعملت منها النصف فقط. ننصحكم كان باش تجربوه أول مرة تجربوه هكا بكمية صغيرة. خلطت السكر مع اللوز وعاودت رحيتهم مع بعضهم. اللوز لازم يكون أبيض من غير قشور. نردوا بالنا باش ما يقرش زيتو في الرحيان، كان يقر زيتو يتهلك وما نجموش نصلحوه. بعد ما رحيتو غربلتو لازم يكون أرطب وصافي بالباهي. بعد ما رحيتهم وغربلتهم نضيف لهم العظم خلطته بروح الورد، نزيدهم بالتدريج باش ما توليلناش العجينة جارية ويفسد لنا الخليط. نبدا نلم باطراف صوابعي بشويه بشويه. ماذا بكم تلبسوا غون بلاستيك باش ما يلصقلكمش اللوز في يديكم. بعد ما لميتها حطيتها على الرخامه وبديت نرتب فيها هكا بيدي. نخدموها هكا بكفوف يدينا باش ترتب العجينه، ما ننزلوش عليها برشا باش ما تقرش زيتها. حاولوا ما تعجنوهاش حتى توليلنا هكا ملسه ورطبه. نحطوها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح درجين. توا بديت ناخذ في كعابر صغار، كل كعبورة توزن 20 جرام. لازم العجينة كي ناخذو منها الكعابر تكون في كيس بلاستيكي متخبية، والصحن اللي باش نحطو فيه الكعابر لازم نغطيوه بحاجة بلاستيك باش من بعد في الطياب ما تتشققش. نكملوهم الكل بنفس الطريقة. خذيت الطبق اللي باش ندخلو للفور، حطيت عليه الفارينة وحطيت فوقهم بابي كويسون باش الكعبة كي تطيب ما تتحرقش من اللوطة. توا بديت ناخذ بالكعبة، نبدأ نكعبر فيها بين كفوف يدي، من بعد ننزل عليها بالطريقة هذه. ناخذ ستيلو وإلا أي أداة هكا نعمل لها الثقب متاعها في الوسط هكا، من بعد نبدأ نسمح فيها بيدي بالطريقة هذه باش تجينا الكعبة مرتوبة ومزيانة. نستويوها هكا، نحاولوا على قد ما نقدروا نخدموها بيدينا بالكدا. نقسم كعبة البيستاش نحطها على الكعبة هكا بالطريقة هذه. تنجموا تلصقوها بأبيض العظم، أما لو حتى من غير أبيض العظم تلصق عادي. نكملوا الكعبات الكل على نفس الطريقة. كعك اللوز من أسهل الحلو اللي تنجموا تخدموه وحدكم حتى وكان أول مرة. الحقيقة خدمته سهلة على الآخر. أنا أول مرة نخدمه في الدار وحدي، اعتمدت الطريقة هذه على خاطرها هي أسهل طريقة باش نخدموا بها كعك اللوز. إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها على خاطرها سهلة برشا. بعد ما كملتهم الكل حطيتهم في الفور على درجة حرارة 140 في الرف الوسطاني 10 دقايق وخرجتهم. ما أكثرش من 10 دقايق على خاطر في ساعة يطيب وماذا بينا ما نغفلوش عليه. وهكا كانت النتيجة، هشوش وطريد من داخل، بنين وسهل وفي ساعة يحضر. إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة. نخليكم على خير. باي باي.